وانتهت مباراة الزمالك وحرس الحدود بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في مباراة صعبة للغاية على نادي الزمالك من الشوط الأول لحد الدقيقة 80. كابتن معتمد جمال من افضل المديرين الفنيين حاليا في الكرة المصرية، كان هيقع في نفس الغلطة اللي عملها في مباراة سيراميكا كليوباترا، وهو اللعب الدفاعي. نادي الزمالك ما ينفعش يبدأ اي مباراة باللعب الدفاعي. نادي الزمالك بيتميز بالاستحواذ على الكورة والضغط العالي، وغير كده انه عنده مهاجمين كواليتي عالي بيعرفوا يخلصوا قدام المرمى برغم تضييع فرص كتير من مهاجمين نادي الزمالك، الا انهم عندهم فينش محترم قدام المرمى. حرس الحدود النهارده قدام نادي الزمالك بقياده كابتن هيثم شعبان كان بيلعب دفاع على هجمه مرتده، وكان بيعرف يخلق لنفسه فرص في الهجمات المرتده لولا حظهم السيء في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني. تدخل كابتن معتمد جمال بالتغييرات اللي عملها في الشوط الثاني واللعب الهجومي هو اللي رجح كفه نادي الزمالك للفوز بنتيجه 2 مقابل لا شيء. في الشوط الاول حدث ولا حرج في دفاع نادي الزمالك اللي مش بيعرف ينقل الكوره لنص الملعب ولا للثلث الهجومي للمنافس. دفاع نادي الزمالك بيقع في غلطات كتير وكوارث دفاعيه لولا ستر ربنا اللي بينقذ دفاع نادي الزمالك ونادي الزمالك في المواقف اللي شبه دي. لعيبه نادي الزمالك في خط الدفاع مش بيعرفوا ينقلوا الكوره، مش بيعرفوا يضغطوا على المنافس، مش بيعرفوا بلغه الكوره يقتلوا الهجمات المرتده على نادي الزمالك. بالنسبة لكابتن معتمد جمال وتحفظه الشديد بالخطة اللي بيبدأ بيها المباريات، كابتن معتمد جمال في أول 3 مباريات مع نادي الزمالك كان بيأدي بشكل كويس بشكل محترم، استحواذ على الكورة، الضغط العالي، خلق فرص الفوز بنتيجة كويسة وبسكور كمان. الا انه من بعد مباراة سيراميكا كليوباترا او من بداية مباراة سيراميكا كليوباترا بدأ يلعب بتحفظ دفاعي، وطبعا زي احنا ما قلنا ان نادي الزمالك عنده كوارث دفاعية، فما ينفعش نادي الزمالك يلعب على الدفاع والهجمة المرتدة. نادي الزمالك اسلوب لعبه واللي بيتميز به هو الاستحواذ على الكورة والضغط العالي. في مباراة سيراميكا كليوباترا كابتن معتمد جمال لعب باسلوب دفاعي بحت، وده اللي خلى سيراميكا كليوباترا يتفوق على نادي الزمالك بخلاف الاخطاء التحكيميه اللي غيرت نتيجه المباراه ضد نادي الزمالك. بس في مباراه حرس الحدود النهارده كابتن معتمد جمال بدا بنفس الاسلوب قدام سيراميكا كليوباترا اللي هو اسلوب دفاعي، وفي نفس الوقت حرس الحدود كان بيلعب باسلوب دفاعي برضه على هجمه مرتده. بس هل نادي الزمالك في الشوط الاول كان بينفذ الدفاع على هجمه مرتده بشكل صحيح؟ طبعا لا. اخطاء وكوارث في الخروج بالكوره، الانتشار في الملعب لنادي الزمالك في الشوط الاول كان سيء جدا. مفيش حد في نص ملعب نادي الزمالك في الشوط الاول بيعرف ينقل الكوره من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي، ولا كان في لاعب في نص الملعب بيعرف يخلق فرص في التكتلات الدفاعيه لحرس الحدود اللي كان منظم بشكل محترم في الشوط الاول. التغييرات اللي عملها كابتن معتمد جمال في الشوط الثاني غيرت شكل الزمالك تماما. الجناح بتاع نادي الزمالك احمد شريف بيعرف يخلق لنفسه فرص على الجناح وبيعرف يرفع اوفرات وبيعرف يهدد المرمى. ناصر منسي بقى حدث ولا حرج، مش هنتكلم عليه ولا نقيمه لان فعلا ناصر منسي اسطوره من اساطير نادي الزمالك. في كل المواقف الصعبه اللي بيمر بها نادي الزمالك بيخرج علينا ناصر منسي بهدف اسطوري. الهدف اللي جابه النهارده ناصر منسي هدف اسطوري، وبالمناسبه مش اول مره ناصر منسي يجيب نفس الهدف بنفس الطريقه، اتكررت في مباريات كتير وبيكون هدف الفوز لنادي الزمالك. اما احمد فتوح اللي جاب هدف فان بيرسي مع منتخب هولندا، هدف عالمي ويدرس من اوفر من بنتايج اللي عنده مشاكل كتير في خط الدفاع، بنتايج اللي عنده مشاكل كتير في التكمله الهجوميه، بنتايج اللي انا مش عارف بصراحه مكمل ليه في نادي الزمالك بعد المشاكل اللي عملها مع نادي الزمالك. ده غير اداؤه وامكانياته في الملعب اللي لا تصلح للعب في نادي الزمالك، بس يمكن علشان خاطر قريب ونسيب عائلات احمد سليمان بنادي الزمالك. اما عبد الله السعيد فبيأدي على قد امكانيات سنه اللي موجود حاليا. عبد الله السعيد 40 سنه وما زال بيأدي في الملعب، بس طبعا عبد الله السعيد 40 سنه مش زي عبد الله السعيد 30 سنه او على الاقل 35 سنه. خوان بزيرة مجتهد مع نادي الزمالك ومفتاح لعب محترم في نادي الزمالك، بيسجل وبيصنع اهداف مؤثر في الملعب.
خوان بزيرة بيعمل شكل هجومي لنادي الزمالك. محمد ابراهيم مش مثال للاعب مجتهد بس، لا ده محمد ابراهيم مثال للباك رايت الحقيقي اللي بقالنا كتير ما شفناهوش في الكرة المصرية. مفيش في الوقت الحالي باك رايت بيعرف يغطي في الدفاع وبيكمل في الهجوم وبيرفع اوفرات وبيضغط على المنافسين زي محمد ابراهيم، اللاعب الناشئ اللي لسه سنه صغير، وامكانياته بالشكل ده مع استمراره في المباريات واستمراره في وجوده في الملاعب هيكون في حتة تانية خالص وهيكون في كواليتي تاني خالص. بالنسبة بقى لجينات نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي هو رقم واحد بلا منافس، جمهور نادي الزمالك هو السبب الرئيسي والاساسي في وجود نادي الزمالك بالشكل اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. نادي الزمالك بالازمات اللي بيمر بيها اللي تهدم اي فريق او اي نادي ايا كانت امكانياته، وجمهور نادي الزمالك مخلي نادي الزمالك بينافس على بطولات، مخلي نادي الزمالك منافس قوي لاي بطولة مشارك فيها، مخلي نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برغم الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، برغم المنافسين اللي صارفين مليارات مقابل نادي الزمالك اللي بيلعب بالناشئين واللعيبه اللي عنده. نادي الزمالك بيقدم اداء محترم والفضل يرجع لجمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك في المدرجات مؤثر، جمهور نادي الزمالك في المدرجات بيغير شكل الفريق غير اي جمهور تاني بيحضر زي قلته. وانا مش بتكلم على اي جمهور تاني او اي منافس تاني بالتحديد، انا بتكلم على العموم في الكرة المصرية. جمهور نادي الزمالك حضوره في المباريات بيكون مؤثر في نتيجة المباراة، بيكون مؤثر في اداء اللعيبة. الف مبروك فوز نادي الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء، ودخوله بقوة في منافسة على الدوري المصري الموسم ده برغم الازمات اللي بيمر بها نادي الزمالك. وزي ما قلنا الفضل يرجع لجمهور نادي الزمالك. لايك وشير واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.